حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهاردة احنا في فندق البطرس طريق القرى بالغردقة. هوريكم يومي بيبقى ازاي وبنقضيه ازاي، واستمتعنا ولا لا. طبعا استمتعنا. هنا بقى الفترة الصباحية بعد الفطار بيقوموا فيها الانيميشن بعد الافتتاح البسين وكده. بيبتدوا بقى يعملوا الرياضة واليوجا والحاجات اللي هي التمارين الصباحية مع الجست كله. طبعا اليوم حافل، طول اليوم حافل طبعا. يعني بصراحة الانيميشن مش مخلين جهد عن جهده. بعد التمارين مشيت انا وجوزي شوية وقلنا نكتشف الفندق مع بعضينا. فمشينا كده لقينا على البيتش ناس، رغم ان احنا كنا مسافرين في شهر 2. هي الفيديوهات دي مؤخرا عندي معلش، بس دي فرصة كويسة ان انا انزلها في التوقيت دوت بالذات علشان اللي عنده يعني لو الفندق معروض عليه فانا بقول له سافر وروح الفندق ده وانت قلبك مطمن. رغم ان احنا في شهر 2، ان الاجانب مش والله والمصريين زي ما انتوا شايفين كده البحر مليان. طبعا هم عاملين حدود بين الغريق واللي مش غريق علشان اللي ما بيعرفش يعوم، لكن اللي بيعرف يعوم يقدر ينزل ويروح. طبعا مساحة الفندق كبير جدا، يعني مساحة الفندق ما شاء الله كبيرة جدا، تقدري تستمتعي وتقدري تتجولي فيه براحتك. ومفيش اي حاجة تقدر تخليكي تبقي زهقانة ولو لحظة واحدة. يعني احنا اتمشينا شوية رجعنا لقينا العرض ده موجود. طول الوقت عروض، طول الوقت ترفيه. لا الجو كان جميل جدا وممتع، مش شرط ان انا انزل بحر ولا انزل بسين، لكن آه، الوقت كان جميل، الجو كان جميل. مع ذلك احنا اتبسطنا قوي في المكان دوت، فعلا فندق جميل جدا. ودي المساحة جبارة، يعني منتجع كبير. انا كان نفسي انزل لكم الفيديو بالصوت بتاعه الحقيقي، بس طبعا انتوا عارفين شروط اليوتيوب، فانا بحاول اتجنب اي حاجة آه، تخلي الفيديو يبقى عليه حقوق او حاجة زي كده. فانا بحاول ان انا ابسطكم على قد ما بقدر. آه، اتفرجوا معايا. دي الفترة ما بين الغدا والعشاء، يعني الشو دوت بعد الغدا. زي ما احنا شايفين الاقربات جميلة مميزة، الحاجات اللي احنا بنحبها كبير وصغير، مصر واجنبي، كان كله مبسوط وكان كله فرحان. والاطفال يعني حتى بعد الشو دوت ما استكفوش، لا في عروض تانية حصلت. الفندق فعلا مميز قوي يا جماعة، يعني فعلا الباتروس دوت مجموعة من ضمن المجموعات. الباتروس ده فظيع. كمان بعد ما خلص الاكروبات، هنا الانيميشن لابسين لبس البلياتشو الحاجات الجميله المبهجه اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما انتوا شايفين الاطفال بيرقصوا، وطبعا العرايس المتحركه اللي انتوا شايفينها دي حاجات جميله قوي. فعلا احنا اتبسطنا اليومين اللي احنا قعدناهم في البطرس ده. هو فندق في بطرس من الاماكن الغاليه شويه، بس فعلا الحاجه اللي تمنها فيها فعلا، اللي انت فعلا المبلغ اللي انت حطيتيه انت خدته قصاده اضعاف اضعاف. اتمشينا شويه بعد الحفله. ده مكان اللي هو بيتحط فيه السناكس السناكس اللي هو ما بين الغدا والعشاء. يعني المكان دوت فيه بيبسيهات، عصاير، فاكهه، سندوتشات، جزء من سندوتشات. في مكان تاني هتلاقيه فيه سندوتشات شاورما، وكل ده هعرضه لكم ان شاء الله. مش كل كافي كورنر زي ما احنا شايفين كده هو الاكل، لا، كل ما تمشي على مكان زي ده بتلاقي انواع متنوعه من الاكل، يعني فاكهه، وعندكم السندوتشات بسيطه جدا اللي هي مثلا ممكن تكون جبن، حاجات زي كده. آه، مكان تاني بيعمل شاورما، مكان تاني بيعمل بيتزا، دي مكرونه. الكلام ده بعد الغدا. بطاطس. مكان تاني رحنا هتلاقي الفاكهة وهتلاقي الشاورما.
والمقبلات بقى لو انت عايزه تحطي اي حاجه بقى في السندوتش بتاعتك اضافيه، بتبقى الحاجه موجوده كده لوحدها، ولو انت حابه تضيفيها على السندوتشات بتقولي للشيف يعمل لك اللي انت عايزاه. وهناك كلهم صراحه كانوا واقفين على قدم وساق ما شاء الله، كلهم كانوا في خدمتنا بصدر واسع وبترحاب، وكانوا فرحانين من اللي منهم اللي هم طبعا المصريين. ده مكان كبير خلف الفندق، وفي عدد كبير جدا من البسين. احنا كذا بول شفناه، كذا بول، يعني مش بول واحد ولا اتنين، وفي اقوى صغيرة وفي اقوى كبيرة وفي اقوى كبيرة للاطفال مش ناسينهم. بصراحة الفندق ممتع، حتى احنا الفترة اللي احنا كنا فيها دي كان في كمان تفضيلات وتوسعات كمان للفندق. ما شاء الله عليه. فندق دي اقوى للاطفال اللي هي الصغيرة، مش كبيرة يعني. انا على قد ما بقدر بحاول اوريكم المساحات بتاعه الفندق جميله قد ايه. وفي كذا مطعم، في مطعم سمك بس احنا اتعشينا فيه كان خطير، كان اكتر من رائع. احنا كده تقريبا رايحين على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في مكان هنا احنا شفناه انا وجوزي، ده جوزي يا جماعه احسن تفتكروه من الجست وتقولي صورتي لي ومش صورتي، لا ده جوزي. المكان دوت في البادج باجت، وفي مكان زي الالعاب، وفي مكان زي تأجير العجل، كان جميل قوي. منين ما تمشي الخضره قدامك والورود والمناظر الحلوه. المكان ده اسفه، ده مكان ده الاقوى البارك اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الاطفال. ده البسين بتاع الاطفال، ده كمان بسين تاني غير اللي احنا شفناه قبل كده. وفي قعدات على البسين اللي هي شماسي بالشезлونج بتاعك، وفي مكان برضو على البسين او على البول يعني زي الخيمه كده، دي خاصه زي ما احنا شايفينها اهي، خاصه جدا ان هم مثلا لو حد مثلا معاه طفل بيرضعه وطفل نايم بينيمه فيه، ست كبيره مثلا حابه تفتحه محدش مثلا يضايقها، فبتبقى قاعده في المكان ده. المكان ده برضو في منه كمان على البحر، على البيتش، منه على البسين ومنه على البيتش. دي الاكوا بقى الكبيره، دي الاكوا الكبيره بقى، دي على بسين لوحده. طبعا حبيت بس اصور من تحتيها علشان اوريكم حجمها الطبيعي، وهجيلكم كمان من قدامها كذا لعبه كبيره وطويله، يعني مش دي السلالم بتاعتها اللي انتوا بتطلعوا منها كذا دور. انا مش عارفه مين اللي بيقدر يعمل الموضوع ده والله. انا عن نفسي بيبقى عندي فوبيا من الاماكن العاليه. اهي انا كده من قدامها. ده مكان تاني وفي عصاير كمان فريش، طبعا غير الخمور دي مش بتاعتنا، والبيبسي والعصاير الاناناس والبرتقال. وزي ما فهمتكم منين ما تمشي الورد والزرع والخضرة، حاجة مبهجة بصراحة. ده بسين تاني، ودي الحفلة اللي بعد العشاء. طبعا انا كان نفسي اصور لكم العشاء، بس للاسف انتوا عارفين ان هناك في مجموعة البطرس المكان كبير قوي، وكل كورنر مختص بحاجة وكله مش جنب بعضه. دي الحفلة انا هسيبكم تستمتعوا بيها، وطبعا الحفلة مش هينفع ان انا اشرحها لكم، لا انا عايزاكم تستمتعوا بيها، بس كان نفسي انزلها لكم بصوت الفيديو الطبيعي. انا اسفة ان انا مش هكمل معاكم الحفلة، بس انا اتمنى ان انتوا تدعموني، تشتركوا في قناتي واللايك والدعوة الحلوة، واتمنى منكم الترحاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.